في الحرف الضار. ايوه صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متتبعة قناة تحديات زوجين كفيفين، القناة الأولى في الجزائر وفي العالم العربي بهذا المحتوى. جيناكم بهذا الروتين الصيفي الخفيف المتواضع والبسيط من بيتنا البسيط البنات. قبل ما نبدا معكم هذه التحديات، هذا التحدي خاصة ماذا بينا بارطاج واللايك واكبر عدد من التعليقات البنات. هنا كما راكم تشوفوا بديت لكم هذا الروتين بداية حصرية مع بنيتي ماريا وزوجي كما راكم تشوفوا في روتين صيفي. هنا البنات شربت، درت واش نقول لكم، درت 5 لترات شربات كنت شاركتها معكم في القناة. عزيزاتي الغاليات دوك نخلي لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف، بإذن الله تلقاوها في صندوق الوصف اللي تحب تخدم الشربات بالطريقة هذه. صراحة هايلة رائعة، خير ما نشريو يعني اللي فيها يعني اصطناعية. القارص يعني الليمون شوية اللي خدمته بها كان شوية ليمون ما فيهش الماء بزاف. المهم رائعة جدا. هنا البنات كما شفتوا في بداية الفيديو شريت حوض سباحة الأطفالي، بما أنه أنا في العمارات تاعنا ستيل تاعنا دايرين الهول البهو في البيت، ما مش مدايرين يعني كولوار رواق هكذا، راني نترجم هكذا باه كل الناس تفهم كل كما نقولوا احنا اللغات. شريناها مع الاول جبنا وحده صغيره شويه، ومن بعد ولينا جبنا هذه كبيره على شكل سمكه. الزوج تاعي هو اللي راح يفتحها. تبعوا معايا البنات لا فيديو الاخر تشوفوا كيفاه نفخها بطريقه بتدبيره. دوك قعدوا معايا رايحين تكتشفوها التدبيره هذه. كيفاه نفخنا الحوض بلا ما عندنا هذيك كما نقولوا احنا المضخه الكهربائيه. هذه هي مليحه. الراجل يكشم كيف يقول لك. اي على بالكم داروا لي مقلب قالوا لي ما حكمهاش. هذه مليحه. هذه هذه تاع دار. هذه ما نقدر انا، هذه ما نقدرش نقول. جبتوا المالديف. تبعوا البنات معنا راح ننفخوا بواحد الطريقه هكذا. دوك تشوفوا واحد التدبيره، واحد طريقه. اي كلي زينها كما قلت لكم البنات. هاكم شفتوا معايا التدبيره نفخها الزوج تاعي بالسيشوار. البنات نحيو له هذاك القمقوم هذاك تاعو هذاك نحيوه، خليوه يقعد هكذاك وتحطوه. شوفوا ينفخها لكم روعه 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 بلا مضخه وبلا كما نقولوا احنا جهد، فقط ديروه بارد. هاو البنات نفخوه لهم على شكل حوته على شكل سمكه. هنا قاعد الزوج تاعي يخلع فيه ولادي قاعد يلعب معاهم. جات العين ومن بعد دوك نعمروا لهم واش كيما نقولوا احنا هكا، من بعد نعمروا لهم نخليه هنا، من بعد كي خلاص راني نسيق به ولازم ثاني عفسه الماء حنا ما تستناش هذا العام نخرجوا هكذا ولا نفرغوا عندنا بزاف انشغالات يعني ما قدرناش نخرجوا، ما سمحت لناش الظروف. هنا هذا هو التحدي الاول من عند الزوج تاعي، نفخ معكم الحوض وشتوه التدبيره. التحدي الثاني راح ندير معكم خبز الطاكوس. راح ندير طاكوس البنات، وهذه العجينه رائعه يعني ديروا بها فطائر، ديروا بها مخبوزات، شوفوا تجي رائعه. درت مغرفه ممسوحه تاع الاكل تاع عفوا سكر، ومغرفة ممسوحة من الخميرة مع كوب ماء دافي، يعني كوب يكون متوسط الحجم يكون ماء دافي، وخليتهم يعني لمدة 5 دقائق ولا 10 دقائق أقل، يعني أقل شي 5 دقائق بما أنه إحنا عندنا الحرارة يعني سخون الحال. ثم تلقاو اللوفة تاعكم وجد. حطيته بجهه، ومن بعد ضفت البنات، انا ما درت لكمش بالتفاصيل باه ما يجيش الفيديو طويل. زدت لها تقريبا كاس ونص من الفارينه الى كاسين، يعني حسب الفارينه. اذا عاد تشرب لكم بزاف راكم كما نقولوا احنا تزيدوا ديروا 2 كيسان. المهم انتم الكاس الاول حطوه كامل، الكاس الثاني روحوا معاه بالعقل. كي تشوفوا عجينه متماسكه دلكوها عادي، يعني ما تحتاجش تدلك بزاف، دلكوها عادي وخليوها حوالي ربع ساعه الى غايه 20 دقيقه. ديروها لوزات، ديروها كما نقولوا احنا كويرات متوسطه الحجم. انا
قطعت لي 12 كوريه. ديروهم تقريبا قد نتاع المسمن ولا اكثر شوي من نتاع المسمن، ونبداو نحلو بالوحده. خليهم ثاني تكيرتحوا وجبدوا حلوا بالفارينه، حلوهم. تحبوا ديروهم على شكل مستطيل باهي. شوفوا العجينه هذه البنات الشيء اللي عجبني فيها ما تطرطق ما تتقطع. كاين اللي يديروها بالزبده، صراحه تاع الزبده تطرطق في اليد وكي تجيو تشكلوها تتقطع لكم. هذه ما تتقطعش وفي نفس الوقت تتفرتت، يعني كما نقولوا احنا في الاكل تاعها تجي روعه روعه روعه. هنا البنات راني قاعده نحل في العجينه. انا وجدتهم نهار قبل ودرتهم في كيس بلاستيكي خبيتهم، يعني جات روعه. هنا راني البنات شوفوا بالنسبه للطياب كي تشوفوها دارت النبولات هذوك اقلبوها ما تخليوهاش. وجه واحد خليوه يدير يحمر يدور هذيك النقاط الحمراء، وجه الاخر خليوه كما نقولوا احنا ماهوش طايب بزاف، غير كما نقولوا احنا تقيسوا برك النار ويلا. هنا البنات رايحين بعد ما طيبت الخبيزات تاعي دوك نوريهم لكم. رحت طول وجدت الحشو تاع الطاكوس تاعنا. قصيت بطاطا شرائط وقليتها. هنا البنات حطيناها تتقلى. البطاطا تاعنا من احسن كلش نقصوه بطريقه طوليه. كذلك دجاج بعد ما غسلت جبت صدر دجاج ثاني راح نقصو شرائط طوليه ونتبلو. دوك تشوفوا معايا البنات واش باه تبلتو. شوفوا جا كيما تاع برا الذوق تاعو، وما درتوش بلا آلة هذيك تاع ما درتوش بالبانيناز لانه ما عنديش هذيك الآلة انا. دوك تشوفوا كيفاه طيبته جا رائع جدا. الزوج تاعي تشوكا فيه صراحه، ما توقعنيش ندير هذا التحدي والله صدقوني، يعني رائع جدا جدا. يعني ولادي الطفل ما كلاهش بني يا اخي، بني عبالكم عندي بني صعب شوي في الماكله، بنتي عجبها والزوج تاعي عجبو، يعني ما شاء الله. راح نعود نخدم كميه من هذا الخبز ونخبيه في الكونجيلاتور، خاصه كي تعودي خدامه ولا تجبديه يدي كونجلا برك وتفارسيه وطيبي وكولي. ولا مثلا عندك هكذا خرجه تروحوا في الصيف هكذا كما نقولوا احنا بيكنيك خفيف، نزهه خفيفه تديوه معكم، يعني على الكيف. هايل رائع. يعني العجينه هذه عجبتني. تحيه كبيره للطفله اللي مدتها لي صديقتي هذه واختي ام لجين من ولايه باتنا، كذلك ربة بيت كفيفه. هي واحده من جنديات الخفا، يعني من جنود الخفا اللي في قناتي، اللي الوصفه اللي تجربها الا وتمد لي يعني الاسرار كيفاه نجحت لها، تمدها لي تقول لي هاكي شاركيها مع البنات وجربيها كي راح تعجبك. وبالفعل يعني اللي تمدهم لي كامل ما شاء الله. يعطيك الصحه حبيبتي الغاليه ام لجين من ولايه باتنا، ربة بيت كفيفه، ام ل4 اطفال. تحيه كبيره لك. هنا البنات السكالوب تاعنا حطيناه في قدر مع شويه زيت، اللي عندها الزبده تحب دير له زبده ولا سمن ولا كيما حبيتو. انا درتو بالزيت خليته ماشي حتى نحمروه، يعني مجرد يبدا هكذا يبيض. اختي الكاففه ما تخليه 5 دقائق ما تزيديلوش بالنسبه لاختي الكاففه بالتوقيت. ومن بعد جبت بصله صغيره مفرومه زدت لحتها عليه، وزدت جبت التوابل كذلك والاعشاب العطريه. درت التوابل الخاصه بالدجاج والكركم، فلفل اسود، الكمون والاعشاب. درت النعناع ماريا، الاعشاب درت النعناع ودرت الدبشه، لحتهم وما خلونيش ندير المونتاجيات ماريا. واش نقول لكم درت قلت لكم البنات حطيتهم كامل يتقلاو مع هذاك، حطيتهم كامل يتقلاو. هنا البنات انا ما نحبش المايونيز باش يجي الساندويتش تاعكم مبلول. هنا رحت حضرت كريمه رائعه جدا. درت علبه من الزبادي الطبيعي يعني بدون ذوق، الزبادي الطبيعي، 5 مثلثات جبن، قليل من الملح، وكذلك فنجال تقريبا حليب. خلطتهم كامل مع بعضهم حتى نتحصل على كريم. واللي تحب تدير البنات المايونيز انا ما نحبش المايونيز، نحب هذا الكريمه احسن. خفقتهم مليح بهذا الملعقه هذه الخشبيه حتى يولي الكريم تاعنا يعني واجد.
هكذا. ومن بعد نجيب لي ساندويتش. دوك تشوفوا البنات الخبز تاعنا اني قبيل ما وريته لكمش، دوك تشوفوه قلت لكم جا ما شاء الله، جا رائع جدا. واللي تحب هنا البنات تزيد في هذا الكريمه حبيبات من الغمغه تزيد، يعني اكليل الجبل تزيد. انا ما زدتش، ما ياكلهوليش على بالي. هنا الخبز تاعنا شوفوا البنات، انا سرعت لكم شويه الفيديو. شوفوا الخبز جا رائع، شوفوا البنات، شوفوا هايل 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 هايل. شوفوا البنات هاو قدامكم، ها هو البنات رائع جدا جدا جدا، يعني كي نقول لكم تحفه تحفه. راح نبدا جبدته من الثلاجه، انا ما كونجليتوش، جبدته من الثلاجه. راح نبدا نفرش ونبدا نحشي ونشكل لي ساندويتش تاعنا. هنا البنات قلت لكم ما كما نقولوا حنا عجينه رائعه، ما يتفرتوش معكم نهائيا. هنا راح نبداو، درنا الحشوه، انا سرعت لكم لا فيديو، درت هذوك لي بوبي باسكو كما نقولوا حنا باش ما يبانوش ذرعيه هكذا. هانا البنات ندهن قبل بالجبن بعد ما نفرش هذيك القرصه تاعنا. شوفوا هذيك الجهه اللي طيبه هي اللي ديروها تجي من داخل، هذيك الجهه الطيبه هي اللي تجي من داخل، ومن بعد نطليوها بهذيك الكريمه تاعنا تاع الجبن. الطبقه الاولى نديروها بكريمه الجبن، ومن بعد نجيب هذاك لي فريت تاعنا والدجاج تاعنا هذاك اللي يكون كما قلت لكم يعني ما نشفوهش بزاف، نحطوهم بطريقه طوليه اختي الكفيفه، ونبداو نلفوا في لي ساندويتش. تحبوا ثاني نسكروا ثاني على الجوانب. شوفوا قلت لكم يعني ما يتكسرش خلاص. شوفوا البنات كيفاه يدي الطوع، شوفوا البنات شوفوا معايا، روعه ما يتكسرش نهائيا نهائيا. ماريا واش رايك في الطاكوس اللي درته لكم؟ مليح؟ أفضل طعام في المأكولات من البحر، جيدة جدا جدا جدا. هاي ماريا يتخلط بها روحها برك تشتي تلعب معايا. قلت لكم هذه المأكولات يديوها للبحر. شوفوا البنات، ها لي ساندويتش تاعنا رائعين 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 ان شاء الله. كما نقولوا حنا يعجبكم التحدي. هنا راح تشوفوني فاه طيبت الطاكوس تاعنا، طيبته في طاجين تاع الخميره ولا تاع المطلوع. بما انه في هذوك الخطوط نحط لي ساندويتش ومن بعد نحط عليهم حاجه ثقيله اللظ كما نقولوا حنا عليهم باه يديو هذيك لاطراس اللي في الطاجين. هنا شوفوا البنات، شوفوا نحاولوا شويه نقصوا للنار. اختي الكفيفه كذلك يعني، او ثم يطيب لك من التحت. اختي الكفيفه مامبا 2 دقائق، يعني كي تنقصي النار مامبا 2 دقائق. كي تحلي بالمغرف تاعك ولا كي تهزيه تجي تهزيه بالمغرف وتقلبيه تلقيه يدير هذيك القرمشه ويخفف معاك، يعني ما يقعدش في هذيك الثقوليه اللي كان فيها. نطيبوه على الجهتين ومن بعد نزيدو ثاني نطيبوه ثاني على الجوانب. قلت لكم البنات جا خفيف، والحشوه هذه جات فيه رائعه، والكريمه هذه اللي حضرتها به جات ولا اروع. راح دوكا تشوفوه في صحن التقديم. نتمنى البنات تشجعونا ويكون هذا الروتين عجبكم اللي مشترك بيني وبين زوجي كأول زوجين كفيفين جزائريين ينقلوا لكم تحدياتهم. اسمحوا لي البنات على هذا شوي التوتر في المونتاج، لأنه أبنائي بنتي كانت جات قاعدة شوية ما خلتنيش نهضر بأريحية. شوفوا البنات رائع جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.